left you, but I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes. Bright وقال جملة من أعمق الجمل اللي سمعتها في حياتي: إني اعتقدت أن الحصول على المال هو أهم غاية راح يضيع طول عمرك، تسوي أشياء ما تحب تسويها عشان تعيش حياة تسوي فيها أشياء ما تحب تسويها. يا الله يا الله يا الله، فعلا هذا اللي صاير معنا. نروح ندرس تخصصات حنا ما نحبها، نتعلم حرف إحنا ما نحبها عشان نتوظف وظائف حنا ما نحبها، ويضيع طول عمرنا ما سوينا الشيء اللي نحبه. في تلك الصباحات الباردة الجو ظلام والبرد قارس، تشعر بالنعس، تشعر بالتعب، فرشتك الدافئة حولك وكل الناس نيام عندها. وفي ذلك الوقت تحديدا يقسم البشر إلى ناجحين وإلى حالمين بالنجاح. تقوم من فرشتك والبرد من جسمك يقرص، تصلي، تدفئ نفسك، تأخذ كوب قهوتك وتبدأ عملك الجاد المتواصل. تجتاز نصف عملك والناس في نومهم يرقدون، تجتاز كل عملك وها قد بدأ نهارهم. عن أي مقارنة نتحدث؟ لا أعرف. خذها. عندك مستوى رطوبه متوسط، فانت عايز التربه تنشف شويه تجف. قال لك اذا كان النبات يتطلب تربه جافه فان التربه رطبه جدا بالنسبه له جدا، ويجب تجنب الري حتى تجف قليلا. يبقى الموضوع مش كده يا جماعه، مش عافيه، احنا بنقيس. معي بالمنطق وليس تحفيزا ولا كلاما عابرا. اليوم أنت مقصر بسبب أفعالك البارحة، بسبب ساعات الفيسبوك في الأمس، ليس حظا ولا قدرات ولا هكذا أنت مقصر بسبب أفعالك، أنت نادم بسبب أعمالك، متعب بسبب سهرك، متأخر بسبب كسلك. لا شيء يأتي صدفة، أنت هكذا بسبب أمر حدث البارحة أو قبلها، وكذلك غدا أنت مقصر بسبب اليوم وما يجري في هذا اليوم. الآن سأصف لك حالك حرفيا. أنا لدي طاقات لو فعلتها لكنت أفضل منهم كلهم. أنا لو أترك ذنوبي سأكون أفضل شخص ترونه. أنا صحيح مقصر ولكني ذكي، لدي مواهب وأنا مهمل لها. أنا لو أركز أنظم وقتي سأحقق أفضل المراتب. أنا وأنا وأنا وأنا. قبل ذلك تعال وفهمني، ماذا تنتظر كي تبدأ؟ هذه اللو متى ستحولها لحقيقة؟ كن صريحا جريئا، كن حقيقيا مع نفسك. متى ستتحول إلى ذلك الشخص العظيم؟ أين هذه اللحظة؟ تنتظر تحفيزا مني؟ تنتظر كلاما؟ لا، أنا مهمتي أن أريك نفسك على حقيقتك.
أدعك تواجه كسلك وجها لوجه. أما لو أردت التحول فهذا سينبع من قلب ذاتك ونفسك. هذا سيكون باستيقاظك قبل الجميع في عتم الليل كي تنجز وأنت كاره، تنجز وأنت متململ، تنجز وأنت في عز كسلك، تدرب نفسك والجميع نيام، تضخ أدرينالينك والناس بالأحلام. ستتحول عندما تدرك أن لا أهلا ولا رفيقا ولا خلا سينفعك، عندما تدرك أنه لن يخرجك من عتماتك سواك أنت، عندما تدرك أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، قوي بعلمه وعمله وتنظيمه وخططه وقراراته. فبكل أسف شديد عند فشلك لا أحد سينهار معك سوى دموعك. فاصح جيدا لهذا الكلام، فأنت ملك تصرفاتك الآن. وأما من سبقوك فلا تخشاهم،